معنا هنا في الاستوديو الفنان السوري باسل خياط. أهلا بك باسل معنا في العالم الليلة. باسل، بدي أسمع أنا كفنان وممثل سوري وكسوري كمواطن سوري، يوم الأحد لما سمعت الخبر شو كان شعورك؟ أول شيء لما عم تقولي سوري، والله العظيم يعني الكلمة بحد ذاتها هي عم تحسسني بأنه أنا فعلا I'm proud، فخور بأني أنا سوري. لما سمعت الخبر فيني أكون صريح معك جدا وأقول لك أنه أنا يمكن إلى الآن ما عم بقدر صدق أنه هذا الشيء اللي سمعناه هو حقيقة، لأنه اللي عاش بسوريا وبيعرف السوريين وبيعرف نحن كيف كلياتنا كنا عايشين ممكن فعلا ما يصدق هذا الشيء اللي صار. طب باسل، أنت عشت في سوريا وخلقت في سوريا، طب تركتها من 15 سنة، لحظة المغادرة بماذا شعرت ولماذا تركت سوريا؟ تركت سوريا لأنه ما كان في مجال أبدا أنه الواحد يقول رأي أو حتى يحكي كلمة حق. لما تركت سوريا اخترت أني أنا أبعد مباشرة، أخذ عيلتي الصغيرة، ابني كان عمره 2 سنين. طبعا أنا مالي هون حتى، يعني أنا مالي جاي أحكي عن نفسي إطلاقا، بس بما أنه سألتي رح أقول لك ابتعدت عن سوريا من الشهر السادس حتى هذه اللحظة. أنا ما رجعت على سوريا، علما بأنه تقدمت لي دعوات كتير لحتى أرجع على سوريا. ليس هلأ حاليا وقت الحديث عن هذا الشيء. أنا الشخص يلي فيني أقول لك أنه ما عملت شيء، ما حكيت، أخذت موقف بأنه إني ابتعدت كل هي السنوات، واكتشفت بعد سنة ونص أني أنا مطلوب لأحد أفرعة المخابرات في سوريا نتيجة أسباب أنا أجهلها حقيقة يعني، وتم التواصل معي عدة مرات لحتى مع أنك التزمت الصمت طوال هذه الفترة. هذا أنا يلي ما حكيت شيء كنت مطلوب. أوكي. وشفت هذا الشيء بعيوني. يعني اكتشفت بالصدفة لما رفض في البداية تجديد جوازي السوري. ليس حاليا وقت البحث هلا، هذا يمكن في وقت يعني لاحق بنحكى فيه عموما، لأنه لكل مواطن سوري القصص الكتيرة والكبيرة